السلام عليكم. النهارده هكلمكم عن بطولة كاس السوبر المصري اللي هتتلعب ان شاء الله من اول بكرة هتلعب مباراتين. اول مباراة هتبقى بين فرقتين فيوتشر وبيراميدز. مباراة هتتلعب الساعة 3 مساء. تاني مباراة هتبقى بين فرقتين نادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا. المباراة هتتلعب الساعة 7 مساء. طبعا الاول هكلمكم على المباراة الاولى اللي هتتلعب بكرة بين فيوتشر وبين بيراميدز. سجل المباريات بين الفرقتين اخر 5 مباريات فيوتشر مكسبش ولا ماتش. بيراميدز كسبت 3 مباريات 3 انتصارات وتعادلوا مباراتين. اول مباراة كانت يوم 11/1/2023 وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. تاني مباراة كانت بتاريخ 19/2/2023 وانتهت برضو بالتعادل الايجابي 1-1. اما المباراة التالتة كانت بتاريخ 2/4/2023 وانتهت بفوز بيراميدز 2-1. المباراة الرابعة كانت بتاريخ 2/6/2023 وانتهت بفوز بيراميدز 1-0. المباراة الخامسة كانت بتاريخ 22/10 انتهت بفوز نادي بيراميدز 0-1. دلوقتي هنتكلم عن المباراة التانية اللي هتتلعب بكرة بين النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا. سجل نتائج الفرقتين اخر 5 مباريات. الاهلي 3 انتصارات سيراميكا كليوباترا مكسبش ولا ماتش. ومرات التعادل بين الفرقتين كانت مباراتين. اول مباراة كانت بتاريخ 30/4/2022 وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. تاني مباراة كانت بتاريخ 30/8/2022 وانتهت بفوز الاهلي 4-0. تالت مباراة كانت بتاريخ 28/12/2022 وانتهت بالتعادل الايجابي بين الفرقتين 1-1. رابع مباراة كانت بتاريخ 29/5/2023 وانتهت بفوز الاهلي 1-0. خامس مباراة كانت بتاريخ 8/11/2023 وانتهت بفوز الاهلي 1-2. مباراة تحديد المركز الثالث هتتلعب يوم الخميس 28/12 الساعة 3 مساء من الخاسر من مباراتين غدا. اما المباراة النهائية هتتلعب يوم الخميس 28/12 الساعة 7 مساء بين الفرقتين اللي هيكسبوا من مباراتين قبل النهائي. قولولنا كده في التعليقات توقعاتكم للمباريات غدا ومين الفرقتين اللي هيصعدوا للدور النهائي من البطولة. عايز اقول لكم ان البطولة هتتلعب في دولة الامارات. تلعب على 3 ادوار: الدور قبل النهائي والدور النهائي. مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من الخاسر من مباراتين غدا.